السلام عليكم ورحمة الله. ازيكم حبايبي، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بألف خير. معاكم اسماء فؤاد في فيديو جديد. النهاردة ان شاء الله هنشتغل مع بعض العروسة. معلش على التأخير بس غصب عني، وللعلم انا صورتها اكتر من مرة، وكنت للأسف لما ببدأ في الفيديو ما كنتش للأسف بكمله لظروف خارجة عن إرادتي. فإن شاء الله نعملها مع بعض النهاردة خطوة بخطوة، والحبايب المبتدئين تقدروا إنكم تنفذوها معايا خطوة بخطوة، وإن شاء الله تبقى سهلة وبسيطة معاكم. طيب يلا مع بعض نشوف هنحتاج ايه. بس الاول افكرك، لو اول مره تشوفي قناتي يا ريت سبسكرايب او اشتراك، وما تنسيش اللايك والشير على قد ما تقدروا، علشان اللي يحب ينفذها معانا يبدا معانا ويعملها خطوه خطوه. وكل سنه وانتم طيبين، تقدروا انكم تنفذوها بمناسبه عرايس مولد النبي. الوانات كتير ممكن تستغليها برضو كفانوس. فيعني ايه، يلا بينا. هحتاج معايا خرز مقاس 6. انا هشتغل باللون الاساسي، اللون الاصفر والاحمر والابيض، بس الاساسي عندي اللون الاصفر، فتبقى الكميه معاكي اكتر من اي حاجه تانية. العروسه اللي هنشتغلها هي طولها حوالي يعني 18-20 سنتي، تمام. وهستخدم خيط 50، ومعايا الوحدة المدورة أو المربعة أيا كان. دي لو هتعمليها كفانوس، لو مش هتعمليها كفانوس وهتشتغليها كعروسة عادية واقفة هقولك هنعمل ايه. تمام، بسم الله بسم الله. زي ما متعودين أنا بفك راس العروسة كده عشان تبقى سهلة بالنسبة لي وأنا بشتغل كده. نجيب الخيط بقى بتاعنا بسم الله. اول حاجه هبدا هعمل غرزه رباعيه، هحط واحده اصفر، واحده باللون الاحمر، واتنين باللون الاصفر، ونعمل العقده بتاعتنا. ارجع في اخر خرزه واسحب الطرف التاني اهو. ادي اول غرزه معايا. طيب هعمل قد ايه كمان؟ انا هحتاج من الغرزه الرباعيه دي كمان 11 غرزه على الغرزه دي، يبقى عددهم 12. بس تاخدي بالك معايا في تنسيق الالوان. طيب هتقولي لي ان العروسه بتاعتك اكبر، مفيش مشكله، هتمشي بنفس العدد زوجي. يعني انا هنا هعمل 12 غرزه رباعيه، انت ممكن تعملي 14 16 20، يعني ايه على حسب دوران الوسط بتاع العروسه بتاعتك. عشان في حبايبي مبتدئين بيقولوا لي انا عروستي مثلا اكبر شويه او اصغر شويه ايا كان، يعني ممكن المحيط الدوران الوسط هنا يبقى 10 غرز بس. وطبعا لو العروسه كبيره استخدمي خرز مقاس 8، لو العروسه صغيره كده يبقى مقاس 6 من الخرز. هنفضل ماشيين باللون الاصفر، 2 في الطرف اليمين وواحدة في الطرف الشمال، ونرجع للطرف اليمين نعمل العقدة بتاعتنا.
تمام. كده زي ما انت شايفه انا ماشيه باللون الاصفر، ما عملتش الا اول خرزه بس اللي هنا باللون الاحمر. تمام. مش هحسب دي، هحسب 1 2 3 4 5. فاضل لي باللون الاصفر كمان غرزتين. لو انت بتعملي نفس العدد بتاعي، لكن لو مش بتعملي نفس العدد واكبر شويه او اصغر شويه هقولك هتعملي ايه، او الفكره في تنسيق الالوان ازاي. الورشه ان شاء الله ممكن تنزل على اكتر من جزء، لاني هعملها معاكم خطوه بخطوه لحبايبي المبتدئين، فايه ممكن تلاقي اكتر من جزء على القناه. كده عملنا، ما تحسبيش دي اول غرزه، ما تحسبهاش اللي فيها خرزه حمراء عشان ما تتلخبطيش. 1 2 3 4 5 6 7. في التامنه هعمل ادي كده الطرف التاني، واحده باللون الاصفر، يبقى حطيت في الطرف اليمين واحده اصفر وواحده باللون الاحمر. اهي. يبقى كده بدايه السطر عندك خرزه هنا وخرزه هنا، احنا لسه هنكمل. تمام. اللي في اللون الموحد هنا عندي 1 2 3 4 5 6 7. 7 غرز باللون الموحد. اول غرزه واخر غرزه الحرف باللون الخرزه اللي هي الحمراء دي 7، يبقى كده عددهم 9. تمام. طيب بعد كده هجيب اللون الابيض 1 2، وفي الطرف الشمال خرزة باللون الابيض، واقفل الغرزة بتاعتي. ادي كده رقم 10 في الغرز. تمام. بعد كده خرزتين باللون الابيض في الطرف اليمين، والطرف الشمال خرزة، واقفل الغرزة. تمام. اهي شايفة معايا التنسيق الالوان؟ هتعديهم هتلاقيهم 11 غرزة. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11. تمام. هنا بقى هجيب العروسة كده، وهبدأ احط في الطرف الشمال ده خرزة باللون الابيض. تمام. وبنفس الطرف الشمال ده هطلع من الخرزة
اللي لونها احمر هنا كده. واقفل الغرزة بتاعتي رقم 12. اقفل كويس اهي، وابدأ اوسطن الخرز الابيض بتاعي في نص العروسة كده. تمام كده. طيب دول 12 غرزة، لو انتي العدد اقل او اصغر عايزة تبدأي بنفس التنسيق ده وتقللي، لو مثلا هي زي ما قلت لك اقل، يعني مثلا 10 غرز، ممكن تقللي في اللون الاساسي وتعملي نفس التنسيق. مش حابة الابيض كتير، ممكن تستغني عن يعني مش عارفه اقولها لك ازاي، عشان ما لخبطكيش، يعني فاهماني؟ متهيالي هي واضحه. يعني الافضل ليكي لو هتقللي يبقى قللي في اللون الاساسي، لو هتزودي في اللون الاساسي. تمام. يبقى عندي هنا خرزه في النص ابيض، وعلى الحرف فوق وتحت بس هو باللون الابيض، واللي في الجنب اللون المختلف، والباقي اللون الاساسي. تمام. طيب اطلع السطر الجديد. السطر التاني هنا بقى فوق كل لون اللون بتاعه، بمعنى انا هنا واقفه عند الخرزه اللون الابيض ده، فالغرزه الرباعيه عندي بتتكون من 3 خرزات، قصدي 4 خرزات. يعني فوق الخرزه دي هحط 3 خرزات، هحط 2 باللون الابيض وواحده باللون الاحمر كده. بصي معايا اهي، هتلاقي اللي باللون الابيض فوق الابيض، واللي باللون الاحمر فوق الاحمر. بعد كده بالطرف الشمالي اللي تحت، او الطرف اللي هو اللي تحت ده، هدخل في خرزة من الاساسي كده، وفوق الخرزة اللي باللون الاصفر دي هبني رباعي، يعني هحط خرزتين على واحدة من الاساسي اللي هي دي، وواحدة في الجنب، يبقى كده الغرزة رباعية. تمام. طيب بعد كده هدخل في خرزة اساسية اهي، بس الغرزة دي هتبقى خماسي. معايا واحدة اساسية وواحدة في الجنب اهي باللون الاصفر، هحط 3 خرزات علشان يبقى عددهم 5 خرزات، فتبقى حلقة خماسية. شايفاها؟ لان دي اللي هتبقى تحت ايديها، وفي نفس الوقت بوسع الخرز عندي، او بكبر محيط الصدر هنا عشان لما اطلع السطر التالت. بعد كده اكمل عادي رباعي، يعني الظهر هنا كله رباعي على واحد. ازود خرزتين كده طول ما انا ماشيه. طيب الناس اللي هي ايا كان المقاس هتيجي بعد الالوان بتاعتنا اللي هي من الفستان، تعملي غرزه واحده بس رباعي، وبعد كده خماسي، وهمشي بنفس الطريقه لحد ما تقابل هنا نفس الحكايه. دي
هتبقى حلقة خماسية ودي هتبقى رباعية. تمام، اللي هو نفس اللي عاملينه هنا، يعني اول خرزتين من الجهة اليمين والشمال. همشي معاكي برضو اهو عشان ما تتوهيش مني. ده كده رباعي. خد بس اهو، حاولي تقفلي غرزك كويس عشان يبقى شكل الشغل حلو والفينش بتاعك مظبوط. هي دي مش هقولك على عدد كام غرزة عشان ما لخبطش اللي ماشي بعدد مختلف، اللي هي مثلا دوران الوسط عندها بدأ ب14 او 16 او 10. يعني ايه، هقولك الاساس في رسمة الفستان. هنا عملت خماسي، هنا عملت رباعي. تمام، هنا بصي اهو وصلت لفين، لاخر خرزتين باللون الاصفر في السطر. فهدخل في واحده بس، يا رب بس ايه تكون واضحه لكم. وهعمل دي خماسي، يعني هحط 3 خرزات. كده اسفه، ادخل في اخر خرزة باللون الاصفر من الاساسي، وهتبقى رباعي عادي، اللي هو تبقى باللون الاصفر اول خرزة وتاني خرزة باللون الاحمر. متنسيش تناسق الالوان كده اهو. هتلاقي هنا رباعي وهنا رباعي، شايفه نفس الالوان اهي، خماسي هنا خماسي هنا، اللي هي تحت الايد بتاعت العروسه. بعد كده هدخل بقى في الخرزه اللي باللون الابيض عادي، وهحط خرزتين باللون الابيض كده. وصلت لاخر خرزه معايا في السطر اللي هي باللون الابيض، هدخل فيها كده وهطلع من اول خرزه حطيتها في السطر عشان نقفل السطر التاني، واقفلها بخرزه واحده كويس بقى كده عشان ايه يبقى الشغل مظبوط. تمام كده. السطر التاني، يبقى السطر التاني عندي بدأ ب5 غرز رباعي اهو. تمام، بس في هنا الفيصل اللي باللون الاحمر، وبعد كده هنا خماسي وهنا خماسي، وباقي السطر رباعي. كده خلصنا اول سطرين في العروسه اللي هيظبطوا بعد كده باقي الفستان. تمام.